السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعاكم خبير التجميل العناية بالشعر والبشرة هبة خالد. النهارده ان شاء الله جايبالك وصفة ممتازة جدا بتعمل على تبييض الجسم، وكمان بتديله نضارة، بتزيل اي بقع موجودة في الجسم. كمان لو عندنا اسمرار في المناطق الحساسة، في الكوع، في الركب، في القدمين، بتزيل اي اسمرار موجود بالجسم او بقع. الوصفة دي ممتازة جدا 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 فوق ما تتخيلوا، يعني رائعة جدا، وان شاء الله هتجيب معانا نتائج ممتازة جدا. بس قبل ما اتكلم عن الوصفة، حابة اقول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعارات الفيديوهات الجديدة اول باول. ايه مكونات الوصفة بتاعتي؟ هي مكونات غريبة شوية ولكن نتائجها مبهرة. بتحتوي على فيتامينات عديدة ومهمة، بتعمل على تفتيح الجسم وكمان ازالة اي اسمرار موجود بالجسم. مكونات الوصفة بتاعتي عبارة عن معلقتين كبار من العدس الأصفر المطحون، معلقتين كبار من العدس الأصفر المطحون، معلقة كبيرة من حبة البركة أو الحبة السوداء، ومعلقتين كبار من اللبن. هبتدي أخلط باللبن. طيب هبتدي أعمل إيه؟ هبتدي أخد معلقتين من العدس الأصفر أحطهم على معلقة حبة البركة. ليه انا مخلياها حبيبات كده؟ بحيث ان انا اعمل تقشير للخلايا والجلد الميت اللي موجود في جسمي كده. وببتدي اخد اللبن بتاعي وببتدي اضيفه على الخليط بتاعي. وببتدي اسيب الخليط ده لمدة ساعة. بعد الساعة بلاقيه تقل شوية. وببتدي بعد كده افرده على جسمي، بس طبعا اكون واخده شاور كويس جدا. وببتدي افرده على جسمي كويس قوي. بسيبه على جسمي قد ايه؟ بسيبه لمدة 30 دقيقة. بعد ال 30 دقيقة الحبيبات اللي موجودة في الماسك بتاعي ده هبتدي اجيب ليفة او بصوابع ايدي وببتدي اعمل عملية تدليك لجسمي كله، بحيث ان انا ازيل اي اسمرار او اي بقع او اي خلايا وجلد ميت بيؤدي طبعا الى اسمرار البشرة بالحبيبات دي. يعني فايدة الحبيبات مش بس ان هي بتحتوي على فيتامينات عالية سواء العدس او حبة البركة، كمان هتعمل على تقشير كل الخلايا والجلد الميت اللي موجود في البشرة. نقدر نستخدم الوصفة دي في كل مرة بناخد فيها شاور عشان تجيب معانا نتائج ممتازة. مش بس كده، لو احنا مش حابين الخليط يبقى سائل معانا او مش حابين ان احنا هننتظر، نقدر نضيف معلقة من الطحين او الدقيق او معلقة من النشا. ممكن معلقة من النشا وممكن معلقة من الطحين او الدقيق، بس انا بفضل كده بحيث ان هي تبقى سايله، اقدر افردها بسرعه على جسمي، واقدر كمان اعمل عمليه ازاله للخلايا والجلد الميت اللي موجود في جسمي كغسول طبيعي او مقشر طبيعي ببتدي احطه على جسمي. دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عشان يوصل لاكبر عدد من البنات تستفيد منه، كمان تشتركوني في القناه عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.